اتفاقيات الدفاع المشترك بين الجزائر وتونس أثارت ضجة كبيرة، والذباب المغربي دخل على الخط ويريد أن يلعب بعقول الشعب التونسي على أساس أصبحت تونس تابعة للجزائر. لكن وزير الدفاع التونسي رد وبقوة صفعة كبيرة من وزير الدفاع. لكن دعوني أقول لكم أشقائي التوانسة أن الفتنة التي والادعاءات التي نشرت من قبل ذباب المخزن هي غير وحسد. المغرب يحلم فقط أن يفتح الحدود مع الجزائر، هذا حلم المغربي وملك المغرب. رأيتموه أعزائي التوانسة في كل خطاب يتذلل من أجل الصلح وفتح الحدود، وكل مرة تتقرب الجزائر من تونس ويوقع اتفاقيات، الغيرة تزيد عند المخزن. وبعيدا عن كل هذا، تونس لم تطبع مثلكم يا أكل الكرتون. تونس وقعت اتفاقية دفاع مع بلد عربي وهي الجزائر. لو كان هناك رجال تدير أمور الدول العربية لوقعوا كلهم اتفاقية دفاع مشترك مع بعض كل الدول العربية، لكن للأسف كلهم تقريبا طبعوا وانبطحوا، على رأسهم المغرب التي طبعت خوفا من الجزائر.